السلام عليكم مشاهدين، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احسن الاحوال يا ربي امين. واليوم اخوتي غنقدم معاكم هاد الاومليت كيجيو فرديين، يعني بالسلك والسكوم. وغنقدم معاكم ديك الصدر ديال الدجاج حتى هو محشي بالسلك والسكوم هو هذاك. وعندي هنا هاد السلك هذا عندي محتفظه به تقريبا سيمانه، وكنحتفظ به بهذه الطريقه، وراه كيبقى في الثلاجه حتى 20 يوم، يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه. فاش كتبغيو كتهزوا منه، عنده بزاف ديال الاستعمالات، يمكن لكم تضيفوه في اي حاجه، كيبقى خضر وطري ما كيوقع له حتى شي حاجه. وعندي هاد 3 البيضات وهاد الطريف ديال الدجاج، عندي ديك الطريف الفرماج الصفر. بالنسبه الى ما كانش الصفر نضيفو غير البيض، الا كان البيض متوفر عندنا فرماج يعني الصفر ولا البيض بجوجهم كيجيو زوينين. وعندي هاد السكوم، هذا هو السكوم بالنسبه اللي ما كيعرفوش، واللي كيعرفوا راه عارفوا. وعندي ديك الطريف ديال الكاشير، انا غير هذاك الطريف غادي نكتفي به بركه. وغنحتاجو واحد 2 فصوص ديال الثوم. وندوزو للطريقه ديال الاستعمال. بسم الله. من بعد ما كنربط ديك الربيطه غير صغيره ديال السكوم كنقطعو غير بهذه الطريقه، وكنضيفهم في المقله، وكنحك عليهم ديك 2 فصوص ديال الثوم، وكنضيف له واحد القبيصه ديال الابزار، قبيصه د الملحه، وقبيصه ديال الكمون. وغنضيف عليه واحد معلقه كبيره ديال الزيت بلديه، وغنضيف هاد المقله فوق النار، يعني غنحاولوا نسطيوهم شويه. وغنربط واحد الربيطه ديال هاد الوريقات ديال السلك، حتى هما غادي نقطعهم. بالنسبه للتقطاع غير بهاد الطريقه عشوائي. من بعد ما غنكملهم بالتقطيع، يعني غنضيفهم في ديك المقله اللي ضايفه فيها السكوم. كنضيفهم من الفوق، ما غنطيبهمش، غير غنخليهم غير يدبالوا بحال اللي غندبلوهم شويه وصافي، ما غنطيبوهمش. كنتمنى اخوتي الطريقه ديالي تعجبكم. هانتوما كنقطعهم غير بهذه الطريقه، وغنولي نحتفظ بهادو، غنولي نضيفهم في الثلاجه. وكنضيف ديك السلك من الفوق. راه كتبان لكم يعني ديك الشيء كتبان لكم مقله عامره، ولكن بعد ما كيدبالوا راه كيقلالوا شي شويه. كنحاولوا نحركوا حتى كندبلوا ديك الوريقات. وغنحك هاد الطريف ديال الفرماج، وكنحك حتى ديك الطريف ديال الكاشير. وكنقول لكم اخوتي شكرا، شكرا بزاف كاع اللي كيدير لي مشاركه، كاع اللي كيخلي لي تعليق، كنقول له شكرا بزاف. واخا المشاركين عندي قلال، الحمد لله عليهم، شويه بشويه حتى نكبروا القناه باذن الله ان شاء الله. وكنحركهم بعد ما كنضيف ديك الفرماج والكاشير، كنحركو مزيان. وغنجيب هاد الطريف ديال الدجاج، كنحاول نقطعهم، يعني كنحاول نقطعهم على شكل شرائح. كنقطعهم بهذه الطريقه، يكون شويه رقاق. انا اختي كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التعليق ديالكم، وانا كنرجع نعاودها معكم. قلت لكم واخا المشاركين عندي قلالين كنحمد الله عليهم، وكنتمنى اللي ما مشاركش كنتمنى يشارك معاي، وكنتمنى
تزيدوا تشجعوني في التعليقات ديالكم واللايك. ومن بعد كنفرج ديك البلاستيك من التحت وكنضيف هاد القطعه ديال الدجاج من الفوق، وكنضيف هاد الخليط ديالي ديك الحشوه كنضيفها حتى هي من في الوسط. وكنضيف شويه ديال ديك التوابل عندي مصوباهم في الدار، من بعد غنشاركهم معكم حتى هما. وكنحاولوا نلفوا بهذه الطريقه. وكنضربلو ديك البلاستيك غذائي حتى هو كنضربلوه، كنديروه على شكل الطول، وكنلفو عاود مزيان وكنعقدوهم من الجنيبات. انا غادي نزيد نضربلو. وبالنسبه للطياب غنطيبوه غير في البخار، يعني كنجيب واحد الطاوه كنضيف فيها شويه ديال الماء وكنضيف واحد الكسكاس من الفوق وكنخليه يطيب ليا غير على البخار. بالنسبه للطياب نص ساعه د المكانه كافيه راه كيكون طاب. كنبقاو مستمرين حتى كنكملو. كندير واحد العقيدات هنا في الجنيبات باش ما يتحلش. على هذا الشكل كيرجع. وبالنسبه للاومليط غنحتاج فيهم هاد 3 البيضات اللي كنهرسهم، وكنضيف عليهم حتى واحد القبصه د الملحه وقبيصه ديال الابزار وقبيصه د الكمون، وكنخلط مزيان. هذه بالنسبه للاومليط كنحاول نخلط مزيان. وكنضيف من الفوق ديك الخليط ديال السلك. ومع التحريك وكنتمنى خوتي الطريقه تعجبكم. يعني من بعد ما كنشيلوا البقوله ديالنا كنقصوا لهم ديك الوريقات ديال السلك، كنحتاجوهم بزاف ديال الاستعمالات. راه حتى بالنسبه للدجاجه هكايا تكون محمره وديكشي حتى هي كتعمر بهذا السلك حتى هي كتجي زوينه. انا عندي هاد المقله هذه هي اللي غادي نضيف فيها فرديا. وبالنسبه نتوما لا عندكم حتى المقله عاديه تكون ما كتلصقش يمكن لكم تضيفوهم فيها هكا فرديا. بغيتو ديروا غير يعني على شكل وحده تجي كبيره ممكن كيف ما بغيتو نتوما. بالنسبه لي ما عندوش هاد المقله متواجده، انا قلت لكم هي مقله تكون ما كتلصقش ونضيفوهم هكايا على شكل فرديا. بغينا نديرو غير وحده تجينا كبيبره ممكن كيف ما بغيتو، يعني اومليطه وحده وهي تجي كبيبره. وغنبقاو مستمرين حتى نكملو. بالنسبه لها دغيا كيطيبوا ما كيتعطلوش في الطياب، دغيا غير نحسوا بهم بداو كينشفوا شويه نقلبوهم. الا ما بغيتوش يجيوكم محمرين بهذه الطريقه دغيا خصكم تقلبوهم ما تغفلوش عليهم. ها هما دم بعد ما كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل. الا بغينا ما نحمروهمش كيجي باين فيهم ديك الربيع من الداخل. ومن بعد ما كيطيب ليا ديك الدجاج ديالي غنحيد له هذا البلاستيك وغادي نحاول نحمره واحد التحميره تجي خفيفه شويه. غنضيف واحد المقله فيها واحد شويه ديال الزيت وغنحاول نحمره شي شويه. ومن بعد غادي نجيب الطبسيل ديال التقديم ديالي وغادي نضيف شويه ديال لاصوص هكايا كيتشوب. وبالنسبه للتقديم يمكن لكم تقدموا كيف ما بغيتو نتوما، كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا غير بغيت يعني نقدم بهذه الطريقه وانتم كيبقى لكم الاختيار.
وغادي نقطعو، راه سخون عرفتو شي طايب شواني في يدي. كيجي بهاد الطريقه من الداخل ديالو، وكنضيفو معاه شويه ديال الشلاضه بهاد الطريقه. يعني شويه ديال الخيار مع ديك الوريقات ديال السلك. هادو هما الاومليت ديالنا، كنضيفو معاهم شويه ديال الزيتون، ديك الزويتنه حمر، وكنضيفهم بهاد الطريقه. وكنتمنى طريقتي تعجبكم وتشجعونا باللايك ديالكم والكومونتيرات زوينين. وكنقول لكم شكرا بزاف وانتم كتشاهدوني. كنشكركم، نعيا ما نشكر، ما عرفتش كيفاش نشكركم والله. غادي نقطع معكم هاد الطريف هذا، تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل على هاد الشكل. كيجيو لذاذين وخفافين. بالنسبه بغيتو تقدموهم وجبه العشاء او غدا، كيف ما بغيتو تقدموهم. وكنقول لكم السلام عليكم وشكرا، حتى الوصفه الجايه ان شاء الله. وشكرا بزاف وبسلام عليكم.